حسام اكثر شيء ياثر بي باغانيه الوطنيه صراحه. هو اهم يعني من غنى ومن اهم الاغاني الوطنيه هي كانت لحسام. صح. الان هو يتعرض لهجمه من قبل احمد البشير، الاعلامي احمد البشير او مقدم البرامج احمد البشير، شنو التسميه اللي يحبها. هو ما تهجم عليه بطريقه يعني ممكن هو اصطاده هو بالتحديد زوم عليه، لا، لكل من مجموعه لكل من ظهر وروج للسياسيين. طبعا بالمناسبه اول شيء تحياتنا لحسام الرسام، فنان عراقي محترم لا غبار عليه، ما حد يقدر. نعم. فنه محترم غصبا عن اللي يعجبه او ما يعجبك، اوكي اقلب التلفزيون، بس فنه محترم لا مسيء ولا مبتذل، وفنه حلو. قدم اغاني مهمه وواجهه جميله عن على قولته هو بعراسنا موجود اول واحد، صوته اول صوت بالعراس. كلش اني انقهرت بصراحه من الهجمه اللي اثيرت ضده، لانه ما يستاهل احنا ننسف كل شيء بناء على تصورات يعني اجتنا، بناء على اللي قاله احمد. يعني مع احترامي لاحمد البشير انا كلش احبه، اعلامي مختلف، اعلامي يختار طريق حلو ومختلف وصح. نعم تمام، بس اللي سواه يعني مو منطقي. شلون مو منطقي؟ هو مثل التحذير نطاهم. لحظه، شلون مو منطقي اللي سواه؟ شوفي، اول شيء خليني انوه عليه، ما حد من الشعب او ما حد من المواطنين راح ينتخب فلان الفلاني لان حسام غنى هاي الاغنيه عليه. كل واحد عنده براسه اللي يريد ينتخبه بناء على معطيات اخرى، يعني بعيده كل البعد عن غناء حسام، وايضا بعيدا حتى عن الصور الموجوده بالشارع. طبعا كل واحد يعرف من يختار بناء على ايديولوجيته الخاصه. نعم. تمام، فما راح اني اروح اختار فلان لان حسام غنى له اغنيه، فهي لازم احنا نعرفها. فكره انه اني اطلع نفسي مثالي دائما، واني اللي ادافع عن الحق، واني اللي اوكي، بس مو هيجي، مو لدرجه تسقط اخرين يا احمد. يعني ما ينسف كل تاريخ حسام لانه سوى اغنيه، هاي وحده هاي شغله، ترى شغل زين. هوايه اعلاميين طلعون عرافات، هوايه فنانين طلعوا ضيوف شرف بمؤتمرات اقاموها سياسيين وتم الهجوم عليهم، هم رايحين بفلوس، يعني هذا شغلهم وهذا موسم من مواسمهم، وما حد قلت لك راح ينتخب فلان لان فلان يعني لان واقف يمه حسام، لان غنى له فلان، لان سوى له، ماكو هيك فيلم. بس معروف وكل الناس اللي تتابع تعرف انه حسام اخذ فلوس على هالاغنيه حتى يغنيها، اذا باجور. هو اجور من فوق الطاوله، ما انت يا احمد تاخذ اجور من جوا الطاوله، هذا الفرق.